لو هتسألني ايه احسن فيلم بيتكلم عن الطموح وازاي بتحب هوايتك، هقول لك هو وبلاش. لان الفيلم ده انا اول مره شفته كنت مبهور بيه، مبهور ازاي الاحداث قريبه كده من بعض، مبهور ازاي الكادرات بالحلاوه دي، مبهور ازاي الايقاع سريع كده، مبهور ازاي انا حبيت الدرامز كده مع اني ماليش فيها يعني. اول مشهد في الفيلم بيديك لمحة عن فليتشر وقد ايه هو شخص يعني انت فاهم تعالى يعني وكده. بعد كده بنشوف اندرو بيتدرب على الطبول في الوقت الصح وفي المكان الصح، وبيبقى بيعزف مستني فليتشر يجيله، وفليتشر فعلا بيجي بس ما بيبقاش عنده غير لحظات قليلة جدا يحاول يثبت فيها نفسه. بعد كده بنشوف ان فليتشر مش سهل، ولما اندرو وقف عزف فليتشر قال له ايه اللي وخلاك توقف وبتاع. ولما اندرو جه يكمل مره تانية فليتشر قال له انت حد قال لك تكمل وسابه ومشي. فليتشر بيديله شويه تعليمات واندرو بيحاول ينفذها، بس بعد كده فليتشر بيسيبه ويمشي. داخل الراجل الاقرع المستفز ده اللي شبه جوني سينس بيرجع وياخد البلطو بتاعه مره تانية. فليتشر عارف ان اندرو من جواه عايز يعرف هو عجب ولا لا، عارف ان هو هيموت ويعرف هو اتبسط منه ولا لا، بس هو بيختار ان هو ما يقولوش عشان يخليه كده. هو راجل كده يعني، هو راجل صعب، هو راجل بضيء. ولما اخيرا فليتشر بيحن بيجيب اندرو بيحطه ستيب الدرامر الاساسي اللي اسمه كارل تقريبا وبيسيبه جنبه، بس برضه في نفس الوقت اندرو بيبقى قاعد متابع وبيبقى شايف يعني ايه الدنيا هناك. فليتشر سمع فجأة نغمة نشاز فبيطلب من كل حد يعزف لوحده عشان يشوف مين اللي عمل كده، عشان طبعا محدش قال له مين اللي عمل النغمة النشاز دي. يعني انا مكانهم بصراحه خاف جدا، يعني راجل يعني اقرع وشبه الصراحه. المشهد ده كان موتر فشخ عشان داميان شازيل لما كتب المشهد ده كتبه على إن كتب الفيلم كله عامه على انه فيلم اثاره مش بس فيلم مزيكا وبتاع. هو بلاش المزيكا مش حياه او موت، بس هو فليتشر مخليها حياه او موت، مخلي كل اللي يعزف معاه يعيش يا هيموت من بعده، مع ان كل الناس عايز تعزف معاه مفهمش ليه. بس اندرو اتبهدل بصراحه. المشهد الاول بيوريني قد ايه اندرو مجتهد وانه ما بييأس بسهوله. المشهد التاني بنشوفه هو عايز يطلع مع واحده يقابلها وكده، بس في نفس الوقت مش شجاع كفايه انه يطلع معاها. المشهد التالت بنشوف قد ايه هو حنين لما بيحط البتاع اللي شبه الزبيب على الفشار، مع انه ما بيحبوش بس عشان ابوه بيحبه. وده اللي بيخلينا نقلق لما بنوصل لمشهد اللي هو العزف النشاز، عشان احنا بنقلق اكتر على اندرو. عارف المثل اللي هو بتاع اضرب المربوط يخاف السيب؟ هو بقى فريتشر كان بيزنق حد كده ملوش اي علاقه عشان يخوف اي حد بضهره. فليتشر لقى الطالب اللي كان عامل النشاز في المزيكا، تخيل بقى ما بيطردوش، بيطرد واحد تاني، التاني ده بس عشان كان متردد يجاوبه هل هو كان متناغم ولا لا، بس التردد لوحده كان كفيل ان هو يطرده. صح الراجل ده صعب، يعني ايه الراجل ده صعب. وهنا الفيلم كان بيوريك شخصية فليتشر قد ايه شخصية قوية وعنيدة، وبيوريك يعني ابعاد الشخصية عاملة ازاي. هو بس ده كان مشهد تقديمي للشخصية. بعد كده فليتشر بيقول لاندرو انت دورك جاي كمان 10 دقايق. اي كاتب حقيقي عارف ان اكتر حاجه بتعمل اثاره وخوف هي الترقب، وانك تقعد مستني حاجه تتعمل. فهو لما كتب الحته دي بصراحه ساعه فشخ، خلاك قاعد مستني فليتشر هيركب اندرو ازاي. فليتشر كمان لما مسك اندرو وخده على جنب كده وقعد حكى له قصه الواد اللي اتضرب بالبتاع ده بتاع المزيكا ده. انا قاعد قلقان اصلا ان هو مش بيطمنه، هو مش بيحكي له عشان يطمنه، الراجل ده شمال اصلا. الراجل ده بيبقى قاعد كده يقعد يطمنك ممكن مرة واحدة يقوم لسعك قفا انت فاهم ما تفوقش منه. وده فعلا اللي بيحصل. اول تجربة لاندرو فليتشر بيقوم ماسك كرسي ويقوم راميه عليه بيلطش له انت فاهم، ويسيب الواد ايه يعيط ويتبهدل. والحتة دي بتبقى موترة فشخ لان فليتشر بيخلي اندرو يعزف نفس المقطوعة كذا مرة كذا مرة، نفس الفيرس كذا بص كذا لحد ما انت بتزهق، انت بتتقفل بقى خلاص يا عم ما تسيب الواد. في الاخر يقول له ايه طب خلاص ماشي امشي تمام. فالواد بيقلق برضه، الواد ايده بتبقى متبهدله وبتنزل دم. وفي الاخر فليتشر بيقول له امشي، فانت بتبقى قاعد طب هو فليتشر شاف منه فعلا اللي هو عايزه ولا هو دي كانت طريقه تانية عشان يحبطه ويحطمه. بعد كده بنخش على المرحله التانية من القصه، وهي اندرو لما بيحاول يتفرغ اكتر للمزيكا فبيجي مره بيروح السينما بيصاحب بنت شغاله في السينما هناك، ودي بتخليك علاقتهم دي بتخليك تاخد بالك من حاجه في اندرو. اندرو مش شخص اجتماعي قوي يعني، بره عالم مزيكا وبتاع ما بيعرفش يتكلم ما بيعرفش يتعامل. وبيجي وقت اول منافسه للفرقه كلها وكارل مبقاش قادر يكمل، اندرو بيخش وفعلا بيأدي. بس فجأة بتكتشف ان فليتشر رجع كارل تاني. ليه بقى؟ عشان يخلق منافسة ما بينهم، عشان يخليهم الاتنين يأدوا أحسن ما عندهم عشان يوصلوا للكمال اللي هو عايزه. لدرجة إنك بتلاقي أندرو كان بيتمرن طول الليل لحد ما إيده كانت بتتملي دم والطبلة كانت بتتبهدل. والمشهد كان فشيخ لما كان إيده كانت بتتملي دم وكان حاطط عليها تلج وبوم بوم ضرب نار. فليتشر بيحط ضغط على أندرو لدرجة إن أندرو بيفكر إن هو يتحول
اللي قال إن هو يضحي بكل حاجة عشان بس يكمّل، عشان يعرف يعيش تحت الضغط اللي فليتشر حاططه له، هو يقرر يسيب نيكول عشان يعرف يركّز في اللي هو بيعمله أكتر. المشكلة أنا شايف إن هو ما كانش ضروري يسيبها، بس هو عشان في دماغه كان شايف إن هو عشان يعمل حاجة عظيمة كان لازم يضحّي، فهو اللي جه في دماغه بقى إن دي التضحية اللي المفروض يعملها، إن هو يسيب أي حاجة بيحبها. طب ما زمان كان ممكن عادي تكمّل معاها وتودّي برضه في الناحية التانية، ما تفهمش برضه بس يعني هو ده اللي كان مكتوب. بس ده يوضّح لك إن الفيلم مش بس عن المزيكا أو عن شخص عادي لأ، بيتكلّم عن الهوس بالنجاح، إن أنت مهووس إن أنت تنجح، أنت مش عايز تنجح، أنت مهووس بالنجاح لدرجة إن أنت بتعمل حاجات مش منطقية كتير جدًا عشان بأي شكل تحاول توصل للنجاح، وده لفترة ممكن يجنّنك. نرجع للمسابقة بعد ما كارل اتأخّر، أندرو بياخد مكانه وبيقدّم عرض فشيخ، لدرجة إن بيخلّي فليتشر يطرد كارل وبيخلّي أندرو هو العازف الأساسي بتاع الفرقة. بالنسبة لفليتشر دي مش النهاية، دي بس البداية. فليتشر بيجيب واحد تالت يخلّيهم عشان ال3 يدبّوا في بعض، بيتنافسوا على إن هُم اللي فيهم يبقى الدرامر الأساسي بتاع الفرقة، وبيخلّيهم يعزفوا نفس الverse أكتر وأكتر. وفجأة بتشوف أندرو إيده مليانة دم وبتاع، بس ما بتشوفوش بيعيّط، هنا بتشوف إن أندرو اتحوّل لمجنون، بقى هو مش حاسس بأي حاجة، هو بس عايز يكسب، هو مش فارق له أي حاجة، مش حاسس بأي حاجة في جسمه، كل اللي حاسس بيه اللي هو عايز يكسب، وهو اللي بيكسب في الآخر. بعد كده بيبُص لفليتشر بيقول له: "أنا معايا كمان، مودّي، أنا البريمو، أنا المشطشط." ودي بداية التحوّل، أندرو اتحوّل من إنه ضحية بقى شبه فليتشر بالضبط، بقى مغرور زيه، بقى عِنَدي زيه، بقى أناني زيه، اتحوّل لكل حاجة فيه، وفليتشر كان قاصد يعمل ده، لكن فجأة وهو رايح المسابقة الكبيرة، بيرجع البيت يجيب النوتة بتاعته اللي نسيها، فجأة بيعمل حادثة، لكنه بعد ما عمل حادثة بينزل بيروح جري لحد الحفلة، طبعًا هو مش قادر الواحد عامل حادثة وبتاع، فمتبهدل، فمش قادر يعزف ومش قادر يمسك حتى العصاية بإيده وبتاع، فبيعزف وِحِش أوي، ففليتشر بيقرر يطرده. الشمال الأقرع ابن الوسخة. أندرو بسبب القصة دي بيفقد كل حاجة، كل حاجة كان عايش علشانها أندرو فجأة ما بقتش موجودة عنده. وبعد ما ساب الفرقة، أندرو فجأة بيحس إن حلمه راح، بيروح يقعد مع أبوه وبيسيب الكلية وبيقعد مع أبوه وبينسى كل حاجة كان المفروض عايش علشانها. هنا بقى بتفتكر إن الفيلم خلص، الفيلم بقى بياخد لفة جامدة فشخ. فجأة في مشهد على الهادي أوي بتلاقي أندرو قاعد في كافيه، فجأة بيشوف فليتشر قاعد بيعزف في الكافيه ده، وبيشوف أندرو وبيقول له تعالَ يعني نقعد مع بعض وبتاع. هنا فليتشر بيتكلم لأول مرة بنبرة ودية وبيشرح فلسفته، بيسأل أندرو: أنت تعرف تشارلي باركر؟ اللي خلاه بيرد، اللي هو الراجل الفشيخ بتاع الجاز ده. إن هو اترفد من حفلة وغلط عشان نغمة واحدة واتبهدل في حياته عشان يوصل للي هو فيه ده، وده اللي بيخلّي فليتشر مؤمن إن الشدة هي اللي بتولد فنانين أو عباقرة موهوبين، حتى لو كانت الشدة دي تعذيب. وبيقول جملة جامدة فشخ أوي يا أخوانا، بيقول: "أخطر حاجة ممكن تقولها هي إنك عملت كويس، عشان كلمة زي دي أنت ممكن تخلّيك تكسّل، ما تجيبش آخرك، ما تعملش كل اللي أنت تقدر عليه عشان توصل، عشان أنت تبقى حاسس من جواك إنك راضي على اللي أنت عملته." بس يعني أوف، أوف والله، والله عندك حق، يقرع. أندرو ما بيردش عليه، بس بيبقى واضح جدًا إن أندرو متأثر جدًا بالكلام، فبيسكت. وفليتشر بعد كده بيقول له: "إيه رأيك تيجي تعزف معايا في حفلة أنا كنت عاملها؟" وبيقول له: "ما تقلقش الدنيا هتبقى تمام وأنا اتغيرت وبتاع ومش هازنقك زي ما كنت بازنقك زمان." بس طبعًا فليتشر ما اتغيرش، فجأة في نُص الحفلة بيقول للناس إنه هيعزف مقطوعة أندرو مش عارفها. هنا فليتشر بييجي لأندرو في ودنه بيقول له: "فاكر لمّا اتطردت؟ أنا كنت عارف إن أنت السبب." فهنا بقى بتعرف إن فليتشر كان عارف إن أندرو هو السبب إنه اتطرد من شغله، فبيقرر ينتقم. المشهد ده جامد، أندرو بيبقى واقف مش عارف يلاحق النوتة، بيحاول يعزف مش عارف يواكب، الناس عمّالة تبُص له، بس هنا بقى بيحصل الموت، القلق. أندرو ما بيجلّيش، بيرجع وبيكمّل عزف، بل بالعكس بيقول فليتشر: "أنا مش هاجلّي، أنا مودّي." بعد كده بتلاقي أندرو بيعزف الverse الصعب من غير أي تعليمات من فليتشر. فليتشر في الأول بيبقى مستفز فشخ وبيبقى متضايق منّه، بس بعد كده بيتبسط منّه أوي وبيبدأ بقى يوجّهه كعازف حقيقي وقائد حقيقي. بينبهر من أداء أندرو. بعد كده الفيلم بيخلص وبنوصل لنهاية الفيلم. أندرو بيقدّم solo أسطوري، فليتشر بيبُص له بيبقى مبهور من أدائه، بيبُص له وبيضحك، وهوب
فجأة الفيلم بينتهي، ودي نهاية أجمل فيلم من الأفلام اللي شُفتها بتتكلم عن الهوس بالنجاح. هو فليتشر ما قتلش أندرو، بالعكس ده هو ولده من جديد، هو خلّاه مجنون بالمزيكا، خلّاه يقدر يوصل لأعلى حاجة من المزيكا عمره ما بصراحة جامد، يعني هو طلع الراجل اللي قرا عنده حق برضه بعد كل ده. بس أنت تسأل نفْسك، هل النجاح يستاهل إنك تضحي بكل حاجة عشان توصل له؟ يعني أنا من منظوري أنا شايف إن النجاح إن أنت تعيش حياة أنت مبسوط فيها، مش شرط فلوس، مش شرط حاجة أنت فعلًا مبسوط فيها، شغلانة مبسوط فيها، مكان أنت عايش فيه مبسوط فيه، هو ده النجاح بالنسبة لي. فإن أنت تضحي بكل حاجة بتبسطك عشان توصل لحاجة واحدة بس، فمش عارف ده سؤال برضه، يعني ممكن كل واحد ليه طريقته، ممكن تتفق وممكن تختلف، بس عمرك ما هتنسى المزيكا الفجرة اللي في آخر الفيلم. سلام. يلا 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 والرق على الطبلة، ايوه.